السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وبخير وعلى خير. ومرحبا بكم في عالم الفتيات مع سناء. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تحضيرات استقبال المولودة الجديدة ان شاء الله. بقوا معايا باش تشوفوا التحضيرات ان شاء الله. دابا غادي نفرشوا الكونه ديالنا كما شفتوا، حنا ركبناها. ما قدرناش باش نصوروا معكم التركب ديالها لان مع فيها المجوره من تحت، يعني صعيبه في التركب. هذاك الشيء ما قدرش باش نصور. دابا ان شاء الله كما شفتوا رحنا غادي نفرشوها وغادي نخليكم مع الصور ان شاء الله. صافي فرشنا الكونه ديالنا. هنا غادي نطويو الحوايج ديال المولوده الجديده ونديروهم في دوك المجوره. هما صراحه زوينه الكونه بالمجوره، كتنفع لهكا الحويجات. صافي نخليكم مع الصور.
صافي هذه هي النتيجه النهائيه من بعد ما سالينا الفراش ديال الكونه ديالنا واستفنا الحوايج ديالنا. صافي هذه هي النتيجه النهائيه، وغادي نخليكم مع ما تبقى ديال التحضيرات. فرجه ممتعه. دابا غادي نوريكم الحوايج اللي شرينا. الشامبو، المهم شريت غير الحوايج الضروريين، مشيتش بزاف. ليكوش والصاك ديال الكارو والكريمات وداكشي وخيل. دابا كما شفتوا راني كن دابا راني ولدت وخرجت من الهوسبيتال، راني كنمسح الديكورات ونوجدوا داكشي استقبال الضيوف. دابا كما شفتوا كنت خديت هاد لي فاز، وصراحه كنت غادي نصبغهم صراحه، ولكن من بعد قلت راه نجرب هاد الطريقه هذه. المهم من بعد نقدر نصبغهم، كنت باغا نصبغهم بالدوغي. عمرتهم غير بالورد حيت ما عجبنيش صراحه داك اللون الشفاف اللي فيهم. ومن بعد غادي نصاوب الورد. كان عندي الورد في الدار، قطعته وجمعت صايبت بوكي الورد راسي. تبقاو معايا، يعني حوايج كانوا عندي غير في الدار واستعملتهم، عاود درت لهم اعاده تدوير وعاود استعملتهم. عاوتاني الريدو كان شاطلي من الريدو اللي صايبه في الصالون، ما بغيتش نضيعهم، خيطتهم غير بيدي وصايبت لاناب ديال الطبله به، وصايبت به الجناب اللي حاطه عليهم هاد الورده هذا نيت. المهم باش يعني بلا ما يضيع الواحد شي حوايج، يعني كاينين واخا يكونوا بساطين يصايبهم غير بيديه في الدار، وكنظن راه يجيو زوينين. المهم انا كنظن زوينين. يلا نخليكم مع النتيجه النهائيه.
صافي هنا كنخيط كما سبق لي وقلت لكم. كان غير بيدي كنخيطهم كما صايبت لاناب، صايبت دوك الجناب اللي غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في اخر الفيديو. نوريكم هذه كنت شريت الميكا ديال الطبله، وملي قطعها ليا دائره شاط لي هادو لي شاطو جبتهم، درت واحد الطبسيل، درت دائره وخديت واحد 20 سنتيم ولا درهم، واش هما دوك اللي شفتو بقيت نرسم عليها، نرسم ومن بعد قطعتهم، وهذا واش كان النهائي، ودرتهم حدا تحت الفيزان، يعني ما بغيتش نضيع دوك الجناب وصافي. المهم هذه اختياري. وكما كتشوفوا هذه النتيجه النهائيه. الصالون ديالنا الديرات اللي وجدنا لاستقبال الضيوف. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. بعد ما سالينا التحضيرات ديالنا وفرشنا الصالون ديالنا، غادي يجيو عندنا الجيران ديالنا اللي فرحوا بينا وصايبوا لينا رفيسه، وكانت لذيذه بزاف بزاف بزاف. كنشكرهم كاملين وكنشكرهم حيت فرحوا بيا، وكنشكرهم بزاف. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وفرجه ممتعه، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه. في امان الله وحفظه، ونخليكم مع الفيديو.